بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة عالم المعرفة لتفسير الأحلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده أول مرة نتطرق ليه. هو كما قرأت من العنوان: ستندهش عندما تعرف تفسير حلم الفأر في المنام للعزباء والحامل والمتزوجة. فهنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن تفسير حلم الفأر عند الإمام محمد بن سيرين، وهنتكلم عن تفسير حلم الفأر للعزباء، تفسير حلم الفأر المتزوجة، وتفسير حلم الفأر للحامل، وأيضا تفسير رؤية الفأر للرجل. تمام؟ وطبعا الفأر أو الفأرة من الحيوانات الضارة، والتي يتجنبها الكثير من الأشخاص لأنه بيسبب بعض الأمراض. وعلشان كده الإنسان لما بيشوف الرؤية دي يعني بيخاف منها. لو ما بيظهر له فأر في الحلم بيسبب القلق لصاحب الرؤية، سواء كان صاحب الرؤية رجل أو امرأة. فعايزين نعرف التفسير الصحيح لرؤية الفأر في المنام. تمام؟ حيث أن التفسير بيختلف من الفتاة العزباء عن المرأة المتزوجة عن الرجل. في كل رؤية لها دلالة، كل رؤية لها دلالة مختلفة عن الأخرى. فهنتعرف عن الرؤية بالتفصيل بإذن الله تعالى. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله قال لك: من يرى الفأر بيتحرك كثيرا في منزله فالرؤية بتدل على الخير الوفير اللي هو سيحصل عليه الرائي. وقال لك: من رأى الفأر في منامه بالنهار وكان بيلعب ويتحرك بشكل ملفت فذلك دليل على طول العمر للشخص الذي يرى هذا المنام. تمام؟ يعني اللي بيشوف انه الفأر بيلعب في بيته، تمام، وبشكل ملفت، فالرؤية هنا بتبشر به صاحب الرؤية بطول العمر. تمام؟ والذي يرى في الحلم انه بيقتل فأر، يشوف في المنام انه بيقتل فأر، فهذا الحلم بيدل على وجود امرأة سيئة في حياته. الرجل اللي بيشوف انه بيقتل فأر في منامه، فالرؤية هنا بتدل على وجود امرأة سوء في حياته. تمام؟ وكثرة الفئران في المنام تدل على يعني اللي يشوف فئران كثير، كثرة الفئران في المنام تدل على قصر العمر. يعني الرؤية دي غريبة جدا. كثرة الفئران في المنام تدل على قصر العمر. الشخص الذي يرى الفأر بيخرج من أنفه، أو المرأة التي ترى الفأر يخرج من الفرج، الرؤية هنا بتكون رؤية غير محمودة، لأن تأويلها أن صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية ابن صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية سيصاب بسوء والعياذ بالله. والشخص الذي يرى في المنام في الفئران تخرج من المنزل، بيشوف الفئران خلاص هتطلع من البيت وماشي، فالرؤية هنا أيضا غير محمودة. ليه؟ لأن عندما يرى الشخص خروج الفئران من المنزل، هذه رؤية تدل على الفقر الذي يحل على صاحب الحلم. تدل على على الفقر الذي يحل على صاحب الحلم. طيب، تفسير حلم الفأر بالنسبة للعزباء، الفتاة العزباء. الفتاة العزباء التي ترى الفئران في الحلم، فالرؤية هنا بتعبر عن المخاوف اللي هي بتشعر بيها هذه الفتاة. والفئران في منام الفتاة العزباء بتدل على أخطاء في حياتها. الفئران في منام الفتاة العزباء بتدل على أخطاء في حياة تلك الفتاة. ومن ترى، يعني الفتاة العزباء اللي ترى في المنام بأن الفار قد قام بعضها، فهذه الرؤيا تعبيرها أنه هناك امرأة تتربص بهذه الفتاة لضررها.
تمام؟ ده بالنسبة للعزباء. أما بالنسبة لتفسير حلم الفأر للمتزوجة، المتزوجة التي ترى في المنام فأر كبير في الحجم، تمام؟ المرأة المتزوجة وشافت في المنام بتاعها فأر، والفأر ده حجمه كبير ولونه اسود، فالرؤية هنا أيضا غير محمودة بالمرة. ليه؟ تعبير الرؤية أن هذه المرأة سوف تخسر الكثير من الأموال، سوف تخسر الكثير من الأموال. والفأر في منام المرأة المتزوجة بيدل على إيه؟ بيدل على قلة الرزق. الفأر في منام المرأة المتزوجة بيدل على قلة الرزق، وكثرة الفئران في المنزل بتدل على المشاكل والهموم. في منام المرأة المتزوجة كثرة الفئران في المنزل بتدل على إيه؟ على المشاكل والهموم. وعندما ترى المتزوجة أنها تقتل الفئران، يعني شافت في المنام هي بتقتل الفئران، فهذا الحلم أو هذه الرؤيا بشارة خير، إن هي هتتخلص من الهموم وتتخلص من المشاكل وتتخلص من الكرب اللي هي بتتعرض له. عندما ترى أنها بتقتل الفئران فدي بشارة خير، إنها تتخلص من كل المشاكل وكل الهموم وكل الأحزان وكل ما يشغل بالها ويجعلها تعيش حياة في قلق، تمام؟ أما عندما ترى الفئران في المنام بترقص وراءها، تمام؟ المرأة المتزوجة اللي تشوف الفئران ترقص خلفها، فهذه الرؤية هنا بتدل على أن هذه المرأة امرأة صالحة، تمام؟ ده بالنسبة للمتزوجة. أما بالنسبة لتفسير رؤية الفأر للحامل، المرأة الحامل، رؤية الحامل للفأر في المنام بتدل على مخاوف هذه المرأة من الولادة. المرأة الحامل اللي بتشوف فأر، الرؤية هنا بتدل على خوفها من الولادة. والفئران في منام المرأة الحامل دليل على تفكيرها الزائد، تفكيرها الزائد في إيه؟ في الوضع والولادة. يعني طالما شافت فئران في منامها يبقى هنا تأويل الرؤية أنها بتفكر كثيرا في وضع الولادة، تمام؟ طيب تفسير رؤية الفأر للرجل، تمام؟ الرجل الذي يرى في حلمه بأن مجموعة من الفئران معه، شاف مجموعة من الفئران معه، فدي رؤية غير محمودة بالنسبة لي، لأنها رؤية هنا يعني بتعبر على إصابته بمرض خطير والعياذ بالله، تمام؟ وإذا رأى الرجل بأن الفأر يقوم بعضه في الحلم فهذه الرؤية أيضا غير محمودة، لأنها تأويل الرؤية هذا الرجل يقل ماله ويخسر، تمام؟ والذي يرى في منامه فأر وكان الفأر سمين، فذلك يدل على أن صاحب الرؤيا يأكل من المال الحرام. الذي يرى فأر سمين في منامه، فالرؤيا هنا بتدل على أن صاحب الرؤيا يأكل مال مال حرام. والرجل الذي يرى في حلمه الفأر يكون مؤشرا له بأن هناك شخص يقوم بخداع. الرجل عندما يشوف فأر في المنام فيعرف ان في شخص في الواقع بيقوم بخداع. وعندما يرى الرجل انه يسير بجانب عدد كبير من الفئران، تمام؟ فذلك يكون دليل على على شعور صاحب الرؤيا بالخطر وعدم الاستقرار. والفأر في منام الرجل بيدل على على انه شخص غير جيد ومن الممكن ان يسرق، تمام؟ وإذا رأى الرجل فأر ذات حجم كبير فسوف يعني تأويل الرؤيا سوف يأكل مال حرام هذا الرجل. عندما يرى فأر بحجم كبير فالرؤيا يعني تحذر ذلك الرجل بأنه سيأكل في الواقع مال حرام، ويجب على ذلك الرجل الرجوع عن هذا الأمر حتى لا يقع في محرم يعاقب عليه في الآخرة. فليكون حريص عندما يرى هذه الرؤيا فليعلم أنها هي رسالة تحذيرية له، تمام؟ وهذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.